السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر أفلام الزمن الجميل والضحك فيه ملتوش حدود. فيلمنا هو ليلة الدخلة، بطولة العبقري إسماعيل ياسين وحسن فايق وماجدة وسميحة التوفيق. يلا نرجع شوية لورا ونشوف الفيلم ده قال إيه. أبطالنا هما اتنين أصحاب بلابيعه، إسماعيل ياسين ونيلون حسن فايق، اللي شغالين في صالون حلاقة عند خواجة اسمه موسكا. وفي يوم بيشوفوا فتاتين جمال قوي، حورية وفكرية، ومن هنا تبدأ الرحلة، جواز، مفارقات، ووجع قلب كتير، بس كله في إطار كوميدي. الموقف الكوميدي بيبدأ لما بلابيعه ونايلون يحلقوا شنب الزبون بالغلط. مين؟ المعالم خرطوشي. طبعا الراجل بيغضب جدا وبيطردهم من الشغل، ومن هنا تبدأ سلسلة المصايب. بيقرروا يتجوزوا فيجيبوا خاطبة، الست أم شمار، بس بدل ما تخطب لهم حورية وفكرية تخطب لهم بنتين تانيين مش بس شكلهم مختلف، دول كمان بنات خرطوشي نفسه. وطبعا من غير ما يعرفوا كتبوا كتابهم على البنتين الغلط. تيجي ليلة الفرح ويفتحوا الباب ويلاقوا العرسان مش هم اللي كانوا متخيلينهم، والجمال اتحول لرعب. فيقرروا يهربوا من الفرح فورا. يهربوا من البيت والمعالم خرطوشي يطاردهم هو وبناته، وفي وسط الهروب يتسللوا جوه مسرح، وفي المسرح ده يلاقوا نفسهم قدام فرصة عمرهم لما مدير المسرح يعجب بيهم ويعرض عليهم شغل. بياخدوا الفلوس اللي كسبوها من المسرح ويروحوا يدوها للمعلم خرطوشي كمؤخر صداق علشان يسيبهم في حالهم ويحلوا الأزمة. بس المصايب لسه مخلصتش، لأن حورية وفكرية خلاص هيتجوزوا اتنين نصابين. بلابيعه ونايلون يقرروا يتدخلوا ويفضحوا العرسان قبل الجواز، والبوليس يقبض عليهم. وفي الآخر كل حاجة بتتصلح، ويتجوز بلابيعه من فكرية ونايلون من حورية، وبيبدأوا حياتهم سوا في حب وفرح، ونرجع نضحك معاهم كأننا واحد من العيلة. لو بتحبوا الأفلام الكلاسيك وضحكة إسماعيل ياسين، أكيد هتحبوا فيلم ليلة الدخلة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. استنونا في فيديو جديد وملخص لفيلم جديد. سلام.